ضمن المنتخب الوطني المغربي تأهله الرسمي إلى نهائيات كأس العالم 2026 في إنجاز تاريخي، وذلك بعد أداء استثنائي قاده إلى صدارة المجموعة الخامسة في التصفيات الأفريقية. أظهر أسود الأطلس تفوقا كبيرا بتحقيقهم العلامة الكاملة حتى الآن، مما حسم أمر التأهل قبل ختام مباريات المجموعة. لم يترك المنتخب المغربي أي مجال للمنافسة داخل المجموعة، حيث نجح في تحقيق 7 انتصارات متتالية في مبارياته السبع التي خاضها، ليجمع بذلك 21 نقطة كاملة. هذا الأداء المذهل جعله يتصدر الترتيب بفارق كبير عن أقرب منافسيه، مما أهله مباشرة إلى المونديال الأمريكي. ترتيب المجموعة الخامسة: تضم المجموعة الخامسة إلى جانب المنتخب المغربي 4 فرق أخرى، وقد جاء ترتيبها النهائي كالتالي بعد حسم بطاقة التأهل. المغرب 21 نقطة من 7 مباريات، تأهل رسميا. تنزانيا 9 نقاط. النيجر 9 نقاط. زامبيا 9 نقاط. الكونغو 6 نقاط. المباراة المتبقية وباقي فرق المجموعة بموجب قوانين التصفيات يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، وهذا ما حققه المنتخب المغربي. أما بالنسبة للفرق الأخرى، فبما أن المغرب قد حسم الصدارة، فقد تبددت آمالها في التأهل المباشر. تتبقى للمنتخب المغربي مباراة أخيرة في المجموعة ضد منتخب الكونغو، ولكن هذه المباراة أصبحت الآن مجرد إجراء شكلي، حيث أن نتيجتها لن تؤثر على مكانة المغرب كمتصدر للمجموعة وتأهله المباشر.